كل يوم بتلقى عشرات الاتصالات من أصحابي وقرايبيني وأحبابي ليبلغوني فيها عن بيتهم اللي اتدمر. عباس، اليوم بيتنا راح، أو بصاروخ أو بمدفعية أو بجرافة. الجماعة صاروا ليوفروا على حالهم الصاروخ يلي كلفته 50,000 دولار، صاروا عم يستقدموا جرافات من الأراضي المحتلة ويهدموا البيوت. كتير ناس عم بتراقب بيوتها عم تنهدم على التلفزيون، وكتير ناس عم تشتري من جوجل مابس الصور يلي بتفرجيهم كيف بيوتهم تهدمت. ما بيملك شيء إلن أكيد غير الأسى، والله بيعوض. هيدي الناس بتقلي إنه راح البيت، المهم ما تروح الأرض. وأنا بكون حاطط إيدي على قلبي، أيمتى رح تجي ساعتي؟ أيمتى أنا كمان رح أتصل بحدا وقول له راح البيت؟ أهلا بكم بالحلقة جديدة من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك مع ديوان الذاكرة اللبنانية. ببداية هيدي الحلقة بدنا نحكي عن الأربع الأسود اللي سمي ب8 نيسان، يلي شنت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 غارة ب10 دقائق، شملت بيروت وضواحيها، علاي وصيدا وكثير من المناطق، وأدت بشكل عشوائي لمقتل 360 شهيد في كل هذه المناطق. وانهارت البنايات على ناس أبرياء وناس منعرفهم وناس ما لهم دخله بهالحرب كلها. ومن ضمنهم كانت الشاعرة خاتون سلمى، يلي ودعتها مدينة صور أقدم مدن العالم منذ أيام. ودعت آخر نزيلة للقمر. آخر نزيلة للقمر هو عنوان ديوان شعري، فسقطت القصيدة وسقطت شعرة عن صهوة القصيدة وسقطت معها نجمة من السماء. لكن بكرة لما ترجع أشجار الزيتون تلمع بعين الشمس، ومنقطف الزيتون حبة حبة كقصيدة وتعتصر مع قلبنا وجع وألم. لما بتزول الغمامة وبيزول الغول، لما بيرجع لنا جبل عامل حلو كشعرة نقي كقلبة، وبيوته المهدمة مسقوفة كالقرميد كبيوت شعرة، بنرجع نصطاد معها على شواطئ بحر صور بحور الشعر، ونقرأ قصايدها تحت فيش زيتوني، ونحلق بفضاء المدينة الفينيقية بفضاءات السلام كطائر فينيق. بنت جبيل، دخلك يا حادي العربان عرج عجبل عامل، ونجزت بهاك البلدان سلم على البيك الكامل. سلم عبير العربان هلي من بلد وائل، قل يا شيخ الأعيان ليش بريدك محروقة. هيدي مدينة بنت جبال، عنوان بلاد بشارة، جاها نيجر بهالليل وحكم فيها الطيارة، حكم عليها بالويل وحكم فيها الغارة. هيدي القصيدة للشاعر العاملي الشيخ نجيب مروي، يلي كتبها سنة 1920 عقب حرق وسقوط مدينة بنت جبال. كنا بحلقة سابقة أشرنا عن نكبة وادي الحجار، سميناها نكبة وادي الحجار سنة 1920. هون عم نتناول مدينة بنت جبال يلي تمردت كمان من تمرد جبل عامل، رفضت الانضمام للبنان الكبير، ونشأت معارك بينه وبين بلدة عين قبل المارونية. فالجنرال نيجر يلي بيورد اسمه بالقصيدة اجاها نيجر بهالليل، قال انه ما حدا بيعوض له شهداء بلدة عين قبل المارونية الا تاج الملك فيصل. شن عليها مع 4000 جندي، دخل المدينة دمرها وأحرقها، وهرب سكانها بأكملهم إلى فلسطين. وعلى هذا الأساس
كتب هيدا الشاعر أو قال هيدي القصيدة باللغة العامية، ويلي حتى نكون واضحين البيك الكامل مقصود فيها الزعيم الأول كامل الأسعد، جده لكامل الأسعد الرئيس الحالي السابق لمجلس النواب. وكمان هذه بلاد بشارة، عنوان بلاد بشارة المقصود فيها كمان هي منطقة جبل عامل اللي كمان كان اسمها بلاد بشارة. أما بنت جبال فمنين جابت هذه التسمية؟ السيد عبد الحسين محسن الأمين عفوا في كتابه خطط جبل عامل، وهو معروف عنه دائما بإعطاء البلدات الجنوبية العاملية بعد تسمية عربية مسقطا عنها تسمياتها الأصلية، وهذه لأمور خاصة فيه هو، يعني عملت إشكاليات كتير. يعني بيقول أنه هذه التسمية هي مركبة من أنثى ابن ومصغر جبل من أمهات جبل عامل على حدود فلسطين، أو تحريف سماها لتسمية سريانية، خاصة أنه إلى شمالها بتوقع بيت يحون ولغربها بيت ليف. لكن أنيس فريحة بكتابه بيقول أنه أصل التسمية جبل، أي من صنع الخزف. والرأي الثالث واللي هو الأرجح أنه التسمية تعود إلى أميرة اسمها شمس، نزحت من منطقة جبيل وإجت على هذه المنطقة على بنت جبيل وبنت وسميت بالأساس كفر شمس أي بيت شمس. وهذه الأميرة تجوزت من نبي كنعاني اسمه يسرون يلي أعطى اسمه لبلدة عيترون المجاورة. ومؤخرا نتيجة الحروب اللي صارت فيها تم العثور على كثير من النقوش والزخارف والقبور الأثرية اللي تعود لتلك الفترة، وخصوصا لقوا معبد فيها يعبد الإله رشاف يلي كمان له قرية مجاورة لهونيك تسمى بنفس الاسم رشاف. فالأرجح أنه هذه الأميرة أخذت اسمها من بنت جبال، أنها هي بنت مدينة جبال الأساسية اللي نزحت لإلها، ولأولى كمان آثار موجودة بهيدي المدينة. مدينة بنت جبال هي عاصمة القضاء لبنت جبال. الهجرة الكبيرة لناسا بلشت بالعام 68 ولسبب غريب يمكن ما يكون معروف عند الكل، زارها صدفة سفير الولايات المتحدة، وهناك اتفاجأ بصناعة الأحذية لأهلها. باليوم التالي نزل بيان بالصحف بيدعي انه الولايات المتحدة بدها عمال أحذية، وهيك صاروا أكثرية عائلاتها من بزة وبيضون وغيرهم يقدموا طلبات هجرة وطلبات فيزا على الولايات المتحدة مع كل القرى المجاورة. البعض قال انه هيدي كانت مؤامرة خفية لتقليل السكان والضغط السكاني على حدود فلسطين المحتلة عشان إسرائيل، وهيك هاجر كتير من سكانها إلى الولايات المتحدة وأقاموا بميتشيغان، حتى يقال أن الجالية من بنت جبيل بميتشيغان تقريبا عددها يصل إلى 20,000 نسمة، هذا عدا عن القرى المجاورة من عيترون وعيناتا ويارون ومارون الراس وحداتا وغيرها من قرى قضاء بنت جبيل اللي صاروا معروفين أنه أكثريتهم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. بنت جبال سقطت بإيد الاحتلال الإسرائيلي أول مرة عام 78، فهجرها سكانها خصوصا مع التجنيد الإجباري، وتحررت كليا بالعام 2000. وألقى فيها السيد حسن كلمته الشهيرة أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. بالعام 2006 دمر جزء كتير كبير من آثارها ومن تراثها ومن بيوتها الأثرية القديمة، دارت فيها الاشتباكات من بيت لبيت، ولكن رجعت تحررت. اليوم مدينة بنت جبيل محاصرة، ومع هذا التصوير وقف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ليقول أن الملعب اللي ألقى فيه السيد حسن كلمة أوهم من بيت العنكبوت سقط بإيدهم، وعم بيفرجينا أنه مش مزبوط هن أوهم من بيت العنكبوت.